عملتي مربى الفراولة ولا لسه؟ تعالي اقولك على اجمل مربى واحلى مربى هتعمليها في البيت، والتكلفة مفيش تكلفة اصلا، والمربى رخيصة وحلوة وجميلة وهتعجبك احلى من بتاع المحلات 100 مرة. تعالي نشوف الطريقة، بس الاول نسمي بالله ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنجيب الفراولة هنغسلها كويس جدا وننضفها ونعين منها القمع بتاعها ده، ونمسكها نقطعها قطع صغيرة كده زي ما انت شايفة، عشان تبقى معاكي قطع صغيرة لو انت عايزة فيها قطع. اما لو انت مش عايزة فيها قطع اعمليها سليمة واضربيها بالمكسر او بالخلاط. تمام. قطعنا الفراولة بتاعتنا، نحط الكيلو بياخد كوباية ونص سكر. تمام. تمام يا حبايبي، او كوباية حسب رغبتك. انا حطيت على الكيلو ونص كوبايتين ونص سكر وطلعت مظبوطة جدا جدا. هنقلب السكر فيها كده ونغطيها ونحطها في التلاجة ليلة كاملة. تمام. تمام يا حبايبي، هتبقى احلى مربى معاكي. بعد ما سيبناها في التلاجة هنطلعها كده، وده بقى شكلها اهو. هنحطها في الحلة بتاعتنا ونرفعها على النار تغلي معانا. اول ما تغلي نوطي عليها النار ونبتدي بقى ان احنا نعين من عليها الريم ده علشان ما يبوظش معاكي المربى، وتفضل معاكي 6 شهور كاملة في التلاجة. خلاص كده يا حبايبي سبكت معايا المربى، هختبرها بقى هشوفها استوت ولا لسه. طب ازاي يا ام محمد؟ هوريكي اهو. هاتي طبق بالشكل ده وحطي فيه شويه من المربى اللي انت بتسبكيها دي. لو لمت على بعضها الخط كده لم على بعض يبقى لسه ما سبكتش، سيبها 5 دقايق كمان. هنا بقى انا عصرت ليمونه قبل ما انزلها من على النار على طول، وهبتدي اقلب فيها كده وهختبرها مره تانية اهو. هنشوف بقى الخط هينزل مع بعضه تاني ولا هيلم على بعضه تاني ولا لا. تمام. تمام كده ناجحة معايا المربى 10 على 10. 10 ايه، 100 على 100 ما شاء الله، ولا حول ولا قوة الا بالله. هنا المربى بتاعتي استوت. هنجيب البطرمانات بتاعتي المعقمة، هتعقميها تغليها في مية او بتمرريها على النار. بتاخد البخار بتاع النار كده وكده تكون تعقمت. تمام. تمام. هنعبي بقى المربى بتاعتنا وهي سخنة كده في البرطمانات بتاعتنا بالشكل الجميل ده. زي ما قلتلك هتقعد معاكي 6 شهور في التلاجة من غير ما تتغير، ومن غير لونها ما يغير ولا تجرى لها اي حاجة. شايفين المربى بقى والجمال والحلاوة؟ ما شاء الله ولا قوة الا بالله. ايه الجمال ده يا ام محمد؟ اتفضلوا معانا بألف هنا وشفا اللي هتشوفي الوصفة وتعملها، وبألف هنا وشفا للي اكل. الله 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 على الجمال. ايه رأيك بقى؟ يلا استغلي موسم الفراولة ورخيصة كمان، واعملي المربى لأولادك وللمدارس والسندوتشات.